المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: الطرق الترابية في إقليم عنسبة تسهم في تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية. شركة عنبر بب تهتم بتطوير القدرات البشرية. طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بتزويد التوتر. إعادة فتح معبر الرئيسي بين باكستان وأفغانستان بعد إغلاقه لأكثر من أسبوع. أهلا بكم مشاهدينا. قال مسؤول الطرق الفرعية في إقليم عنسبة السيد هيلا أسفهان أن الطرق الترابية التي يتم بناؤها بالتعاون مع السكان وقوات الدفاع تسهم كثيرا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وأوضح لوكالة إيرنا أن الطرق الترابية تتضرر بسبب الفيضانات كل خريف بسبب الموقع الجغرافي للإقليم المحاط بالجبال، غير أن المبادرات الشعبية المتواصلة تساعد في صيانته باستمرار. وأكد بناء الكثير من الطرق الممهدة في مديريات علا برعد وهبرو وعتكليزان، بالإضافة إلى طريق وانكي أروتا البالغ طوله 30 كيلومترا في السنوات الثلاث الماضية. وقال إن معظم المديريات تستفيد من خدمات النقل التي تقدمها شركة حارات للمواصلات العامة نتيجة الجهود المبذولة لحصول السكان على خدمات المواصلات. وأشار إلى الخطة الموجودة لبناء طرق واستنبا عندو وحليمان دربا بيلو وتقصير الطريق المؤدي إلى دير صعدة أنباء. وقال أنه سيتم تنفيذ برامج مماثلة في مديريات حمال مولو وعتكليزان وأصمات. وذكر السيد هيلي السكان بمواصلة أعمال تأمين سلامة الجسور وإصلاح مساقط المياه. تم إطلاق حملة منذ بداية شهر أغسطس الماضي في مديرية حورو بإشراف وزارة الزراعة لمنع السجائر والتبق في الأماكن العامة. وشارك في الاجتماعات المنعقدة في 8 إدارات ضواحي هي حبر الطليم وحبر طعدة ومزرت وأفعيون وعريتاي وقار عوبل وقلت وفلفلي أكثر من 51 ألف شخص. هدفت حملة التوعية لشرح عواقب التدخين وتعاطي التبغ في المجتمع وخلق بيئة للحد منه. أوضح رئيس المراكز الصحية في مديرية حبرو الممرض فيلمون جيتوم بذل الجهود على المستوى الوطني للقضاء على التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في الحفاظ على صحة غير المدخنين. وذكر الممرض فيلمون أن الوعي والضمير هما العاملان الأساسيان لتنفيذ الإعلان الصادر. وحث مسؤول الإدارة والمالية في المديرية سيد قرماتيون كستي اللجنة المشكلة لتنفيذ الإعلان القانوني حثهم على مراقبة تنفيذه بجدية وعلى المواطنين تحمل المسؤولية. وأكد السكان بدورهم على العمل لتنفيذ قرار الحكومة الصادر إدراكا لعواقب التدخين. أعلنت شركة عنبر بب التساهمية الوكيل القانوني لشركات صناعة السيارات اليابانية تويوتا وكوماتسو وياماها في إريتريا أنها تعمل على تعزيز القدرة المهنية لأعضائها لتقديم خدمات مرضية. وأوضح مدير الشركة السيد قرماي أبرهيل لوكالة إرينا بأن الشركة تقدم تدريب في مجال إدارة الموارد البشرية وقطع الغيار والمعمل والجوانب الفنية بإقامة مركز تدريب منذ عام 1997. وأكد تطوير القدرة والمعرفة لتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من خلال تأهيل متخصصين يحملون شهادات معترف بها دوليا وقد طوروا مهارات حديثة في إصلاح المركبات. وأشار إلى تقديم التدريب لمدرسي الجامعات والفنيين والسائقين وصيادي الأسماك في إطار جهود نقل التقنية إلى المؤسسات. كما تقوم الشركة بالتعاون مع وزارة الإعلام بإعداد برنامج تلفزيوني كل أسبوعين في الفضائية الإريترية يتعلق بالسلامة المرورية منذ عام 2018. وقال مسؤول قطاع الغيار في الشركة السيد سليمون نقاش أن 65% من السيارات الموجودة في إريتريا صناعة يابانية من شركة تويوتا. ووضعا للاعتبار لذلك تقوم الشركة باستيراد قطع الغيار المختلفة. وأوضح أعضاء الشباب بأن معرفتهم كانت نظرية عند تعيينهم في الشركة، ولكن بعد تلقي التدريب العملي أحدثوا فرقا كبيرا في قدراتهم.
ارتفعت الولادة في المؤسسات الصحية نتيجة التثقيف الصحي في مديرية حلحل. أوضح التقييم الذي أجراه الكادر الصحي من 7 وحتى 10 سبتمبر بالتجول في المؤسسات الصحية، أوضح أن غرف انتظار الحوامل المتكاملة لعبت دورا رئيسيا في الولادة في المؤسسات الصحية. وذكر مسؤول مكتب الصحة في المديرية الممرض صالح أبو بكر أن عدد المراجعين الذين خضعوا للفحوصات ارتفع أيضا من 770 إلى 1728. وقد تم تنفيذ العديد من البرامج في المرافق الصحية وخارج المرافق الصحية لضمان الصحة العامة، بما في ذلك الحملات المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية والدراسات الاستقصائية عن مرض السكري المزمن وضغط الدم والإصحاح البيئي وطب العيون والوقاية من مرض الملاريا. أكد بأن عدم وجود سيارة إسعاف في مركز حلحل الصحي ونقص البنية التحتية في عيادة ملبسه ونقص المهنيين من بين التحديات التي تحتاج إلى كثير اهتمام. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وصفت الخارجية الإيرانية قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي بعد مرور 8 سنوات على توقيعه، وصفته بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق والقرار الدولي 2231. وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان أن قرار المجموعة الأوروبية عدم الوفاء بالتزاماتها ردا على خطوات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، مشددة على أنها سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي وغير القانوني للدول الأوروبية. وجاء البيان الإيراني عقب إعلان كل من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 من أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي. وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال عازمة على إيجاد حل دبلوماسي. تبادلت إيرفيان وباكو الاتهامات بتصعيد الموقف وحشد قوات عسكرية على الحدود، فيما دعت روسيا إلى ضبط النفس. وجاء تبادل الاتهامات عقب تأكيد أرمينيا أن القوات الأذربيجانية تحركت نحو الحدود المشتركة للبلدين، وإعلان أذربيجان أن تمركز القوات الأرمنية على الحدود يعد تهديدا لاستقرار المنطقة. وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن الوضع على الحدود مع أذربيجان متوتر إلى أقصى حد. في المقابل، وصفت الخارجية الأذربيجانية تمركز القوات الأرمنية على الحدود بأنه تهديد لاستقرار المنطقة. وتأتي هذه التطورات على خلفية موجة توتر جديدة بدأت في يوليو الماضي، عندما أغلقت أذربيجان مع ممر لاتشين الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناغورني كاراباخ ذي الأغلبية الأرمنية، وترتب على ذلك نقص كبير في الإمدادات. أعلن مسؤول باكستاني أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان قد أعيد فتحه بعد إغلاق استمر 9 أيام إثر اشتباك مسلح بين قوات البلدين. وأفاد إرشاد خان محمد نائب حاكم منطقة خيبر في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام بهذا الشأن بعودة حركة الشاحنات والمواطنين عبر معبر تورخم الذي عطل إغلاقه تدفق التجارة بين البلدين وأدى إلى تراكم الشاحنات المحملة بالسلع على طرفيه. وأغلقت باكستان المعبر الذي يعد أكثر المعابر الحدودية نشاطا من حيث الحركة التجارية بين البلدين بعد وقوع اشتباك مسلح بين قوات حرس الحدود الباكستانية ونظيرتها الأفغانية أدى لمقتل 3 من قوات الأمن وجرح 5 آخرين. واندلعت الاشتباكات بعد أن حاولت القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة تقول إسلام أباد أنها كانت اتفقت مع كابول على عدم إقامة نقاط تفتيش فيها. قال متحدث باسم القوات المسلحة الدنماركية أن سفينة سياحية فاخرة جنحت في موقع بعيد في جرينلاند وعلى متنها 206 أشخاص تم تحريرها بواسطة سفينة صيد. هذا وقد ظلت السفينة السياحية أوشن إكسبلور عالقة منذ يوم الاثنين في الطين والطمي في منتزه البيفورد الوطني على بعد حوالي 1400 كيلومتر شمال شرق عاصمة جرينلاند
نوك. وقالت القوات المسلحة الدنماركية ومشغلة سفينة سياحية أنه لم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم، ويأتي هذا الإعلام بعد 3 محاولات فاشلة لتحرير سفينة الرحلات البحرية التي تقل 90 أستراليا. وقالت صحيفة في جرينلاند أن الشرطة في جرينلاند تحقق في سبب جنوح السفينة وما إذا كانت أي قوانين قد انتهكت، وحتى الآن لم يتم اتهام أي شخص أو اعتقاله. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الطرق الترابية تسهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. نشاط تعبوي لمنع التدخين في الأماكن العامة في هبرو. وشركة عنبر باب تهتم بتطوير القدرات البشرية. طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بتصعيد التوتر. وإعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان بعد إغلاقه لأكثر من أسبوع. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.